الائتمان والمؤسسات الدولية وتعطي صورة غير حقيقية للوضع المالي المصري. قانون الموازنة بينص على أن تشمل الموازنة جميع الإيرادات وجميع المصروفات، لكن الموازنة في مصر تشمل 20 فقط من الإيرادات عبارة عن الضرائب وعوائد البترول وقناة السويس والهيئات الاقتصادية بإجمالي 285 مليار جنيه. أما 80% من الإيرادات فلا تدخل ضمن الموازنة وتذهب إلى الصناديق الخاصة التي وصلت أرصدتها إلى 1272 مليار جنيه. هذه المبالغ تؤخذ من جيوب المواطنين البسطاء، تذكرة دخول مستشفى، غرامات، رسوم طريق، رسوم استخراج أوراق رسمية وغيره. عدد الصناديق يزيد على 10,000 صندوق، كل منها له لائحة خاصة ومجلس إدارة يحصل على نسبة من إيرادات الصندوق. جهاز المحاسبات رصد مخالفات خلال العام الماضي وصلت إلى 3995 مليون جنيه، بخلاف ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من المسؤولين من أموال تزيد على 100 مليار جنيه من جيوب الفقراء. من أموال الصناديق تصرف في تهاني وتعادي ومكافآت وهدايا وشراء سيارات وتجديد مكاتب المسؤولين. الموازنة الجديدة اللي هيناقشها مجلس الشعب الأسابيع القادمة بها عجز متوقع 187 مليار جنيه، مما سيصل بالدين العام إلى أكثر من 1200 مليار جنيه، وستكون فوائد هذا الدين في العام القادم 92 مليار جنيه. هل نستطيع هذا الدين فورا؟ نعم. هل نستطيع مضاعفة الرواتب والمعاشات؟ نعم. هل نستطيع الارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات لتصل إلى المستويات العالمية؟ نعم. لكن الحكومة بتتعمد إخراج الشعب لصالح قلة من المسؤولين الذين يحصلون على الملايين من الجنيهات شهريا من جيوب الفقراء. لهذا يتم تزوير الانتخابات ومحاربة دعوات التغيير والإصلاح واعتقال الشرفاء. تقدمت بالاستجواب اللي أشرت إليه أستاذ أحمد، وكان من المفترض أن يحدد له موعد للمناقشة اليوم، ولكن هيهات أن يناقش مثل هذا الاستجواب. الحكومة بتتحدث عن علاوة 7% للموظفين السنة الجاية، وتتعلل بعدم وجود موارد، بينما الصناديق بها مئات المليارات، وهناك أراضي منحت لكبار رجال الأعمال مجانا تزيد قيمتها عن 500 مليار جنيه. هناك غاز طبيعي يصدر لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار أقل من سعر التكلفة يضيع على مصر أكثر من 100 مليار جنيه. البترول المصري أستاذ أحمد بيصدر منذ 30 عاما، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد لإسرائيل بسعر ثابت قدره $6.8 للبرميل. هناك متأخرات ضريبية على كبار رجال الأعمال والصحف القومية تصل إلى 60 مليار جنيه. هذه يعني أكبر قضية فساد في تاريخ مصر وأكبر جريمة لنهب المال العام في مصر، ويعني يا ريت الشعب المصري كله يتكاتف من أجل دخول هذه الأموال إلى الموازنة العامة لتحل مشاكل مصر فورا. لكن كما ذكرت حضرتك وكما ذكر ضيفك الكريم، هذه سياسات لإفساد الأجهزة التنفيذية، وسياسات لإفساد السلطة التشريعية، وسياسات لإبقاء الشعب المصري في دائرة الفقر دون أن يخرج منها. شكرا لك. شكرا أستاذ. إيه رأيك في الأرقام المرعبة دي؟ أنت فاكر يعني هقعد أفر كل حاجة في البلد يعني؟ يا راجل كبر مخك.